يعني لما تتكلم او تبعت جواب ايوه ينفع يبقى سفر كتابي. ايوه ايوه، الله اكبر، يا سلام عليك، الله عليك. لما تكتب، انتوا متخيلين خطوره الكلام ده؟ والله العظيم ده المفروض يتوقف، اقسم بالله. بس كويس خلوه. الله عليك يا استاذ، ادينا واحده كمان، الله يكرمك بالاسلام. يعني لما تتكلم او تبعت جواب ينفع يبقى سفر كتابي. ايوه ايوه يا اخي، مش عايز تفهم ليه يا اخي؟ ايوه، لما تتكلم وتكتب كتاب ممكن يبقى صفر كتابي، الدنيا حلوه. لانه شارب الكتاب المقدس، فلما بيتكلم كانه بيتكلم بسفر جديد. طب وهتضيفوه بقى يا ترى؟ انت عارف في اصفار ضاعت ولو لقيتوها ما هتتحط يعني عادي. مين فينا بقى زي بطرس وبولس هو بيتكلم كانه بيتكلم سفر من اسفار الكتاب المقدس، سفر رقم 28 في العهد الجديد. مين يا جماعه؟ ها، مين قاعد هنا بيكتب زي ما بيكتب بولس وبطرس بالروح القدس ويتحط صفر رقم 28؟ هم 27، احنا خليهم 28. ها يلا يا شباب. ايه التهريج ده؟ مين فينا وهو بيكتب على الشات، على الشات واتساب او ماسنجر عادي، او على الانستجرام وعلى التليجرام برضو كويس. مين فينا وهو بيكتب على الشات الرساله بتاعته ممكن السماء تقول ده سفر من اسفار الكتاب المقدس؟ وده بقى وهو قاعد كده. طب معلش يا ابونا، بص انا كتبت بوست على الفيسبوك، قول لي كده رايك فيه، ده ينفع ده يبقى كلام الهي ولا لا؟ ممكن قول لي بس معلش ضروري، يعني ده كلام ربنا كده ولا ايه؟